الحقن ببساطه شديده جدا ان احنا بنخش بحقنه تحت الاشعه المقطعيه بزوايا معينه، عشان كده بنعملها في مركز اشعه احنا متعاقدين معاه، وبنحقن الدواء اللي هو عباره عن كورتيزون ومسكن موضعي وماده تضيع الالتهاب حوالين العصب. والتصوير بالاشعه المقطعيه بيضمن لنا ان احنا لم نجرح اي شيء من الحاجات المهمه، لا الحبل الشوكي ولا العصب ولا الستراكشرز او التركيبات المهمه اللي حوالين العمود الفقري. بنحقن الدواء بتاعنا وبالتالي الالتهاب اللي حاصل في العصب يفك، وبالتالي الالم اللي بيجري في الرجل يختفي. وده على فكرة علاج بيستخدم بكثرة جدا في البلاد المتقدمة زي أمريكا وألمانيا، والمرضى بيحقنوا كل فترة بشكل ريجولر لأن التأمين بيغطيه هناك. لكن احنا ما بنعملش كده هنا في مصر، احنا بنحقن وبنشوف بالمتابعة ايه الأخبار. الحقن بعيد تاني علاج للألم، وبالتالي مهم جدا ان المريض يبقى فاهم ان بعد الحقن هيعمل علاج طبيعي وهيعمل تمرينات علاجية وهيظبط وزنه وما يشيلش حاجات تقيلة.